هيونداي موتورز في الشوط الأول من هذه المباراة. تمكن نادي السد من إنهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي بعد أن تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 29، أي بعد 10 دقائق فقط من بداية تشومبوك. هنا الرأسية من مدافع فريق تشومبوك خطأ في مرمى فريقه بعد كرة عرضية من كيتا. سجل بعد ذلك كيتا هدف التقدم لمصلحة نادي السد في الدقيقة 61، وعادل كما شاهدنا فريق تشومبوك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. أبدأ معك كابتن عبد المجيد الشتالي، هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ أكيد، ولكن الكثير منا من الجمهور يلوم على الحارس، ولكن من الدقيقة 61 الحارس والدفاع كانوا تحت الضغط، ضغط كبير، ولا الحارس أكيد أن يتأثر مثل ما تتأثر كل اللاعبين، وهذا عشناه كنا في الكرة. يقدر يتألق 90 دقيقة وتجي كرة مثل هذه، هو طويل والحارس لابد يسيطر في الكرات هذه اللي في 6 أمتار، وتوقيته ما كانش ناجح. ولكن فيه هفوة من الممرن لما تكون فايز 2-1 تتمنى تكون عندك